اهلا بكم متابعين قناة سوفت فان. في فيديو النهاردة هتكلم معاكم عن ازاي تشحن موبايلك فقط باستخدام شفرات الحلاقة. ولكن قبل ما اقولك على التجربة ونبدأ ننفذها، ياريت لو عجبك الفيديو بعد ما تشوفه طبعا اعمل لايك، ولو انت مش مشترك في قناة سوفت فان اشترك دلوقتي في القناة واضغط على زرار الاشتراك اللي تحت عشان يوصلك اجدد فيديوهات. طبعا اللي هتحتاج شفرتين حلاقة، وهتحتاج كمان كابل اليو اس بي اللي انت بتشحن بيه الموبايل بتاعك. هتجيب اي كابل عندك شغال وتيجي عند الطرف التاني ده اللي هو المايكرو يو اس بي، ونبدأ ان احنا نقصه بالشكل ده. خلينا مثلا حتة قد كده، وبعدين السلكايه دي هنبدا ان احنا نقشرها، وبعدين هتلاقي بداخل السلك 4 اسلاك بالشكل ده او بالالوان دي: الاحمر والاسود والاخضر والابيض. الاخضر والابيض دول مش عايزينهم عشان دول بتوع الداتا، احنا عاوزين فقط اسلاك الكهرباء الموجب والسالب، هما دول اللي احنا عايزينهم. لكن الاخضر والابيض دول احنا هنشيلهم خالص. وزي ما انت شايف كده قشرت السلك الاحمر والاسود وطلعت النحاس اللي فيهم. هتبدأ بقى تاخد اول شفرة منهم وتروح موصل فيها اول سلك معاك، وهكذا مع الشفرة التانية. هتاخد الشفرة التانية وتوصل فيها السلك التاني. ولكن طبعا خلي بالك جدا وانت شغال عشان الشفرات حادة وممكن انها تعورك او حاجة، فخلي بالك جدا وانت شغال انك تشتغل بحساسية شديدة. كمان هنحتاج عودين كبريت، ونشيل الحتة اللي فيها الكبريت دي اللي من فوق خالص دي، نكسرها وتكسرها برضو من العود التاني بالشكل ده. انا عاوز الخشبتين دول بس. اللي هتعمله بقى دلوقتي انك تبدأ تحط الخشبة دي على الشفرة بالشكل ده، وتروح من الناحية التانية مثبتها في الشفرة التانية، بحيث ان الشفرتين نربطهم باستخدام عود الكبريت بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. وبعد كده تقلب الشفرات على الناحية التانية، وهنروح نثبت عود الكبريت التاني على الشفرتين بالشكل ده. الفكرة من اللي احنا بنعمله ده ان احنا بس عاوزين نربط الشفرات ببعض بحيث انهم ما يلمسوش بعض. هنحتاج دلوقتي بقى حمض الكبريتيك او اللي بيسموه ميه النار، وميه النار زي ما انتم عارفين متوفره وتقدر انك تشتريها. وحمض الكبريتيك او السلفوريك اسيد ده بيستخدم في صناعه بطاريات السيارات وبيستخدم في صناعه الصابون. تقدر انك تروح تشتريه، عايزين كميه منه قد كده. او لو انت مش عندك حمض الكبريتيك ممكن انك تستخدم خل طبيعي وبتحط برضو كميه قد كده. وبعد كده هتروح تحط الشفرات اللي احنا عملناها دي في الحمض. وبعد كده اللي بتعمله انك بتوصل كابل اليو اس بي في الموبايل. زي ما انت شايف كده حاليا ان عملية الشحن شغالة بشكل تمام. بس عشان نكون متفقين جدا ان كمية الطاقة اللي هتطلع من العملية دي هتكون بطيئة وضعيفة، فبالتالي عملية الشحن هتكون بطيئة جدا. بالنسبة للناس بقى اللي هتقعد تقول لي طب دلوقتي لما كمية الشحن هتكون ضعيفة والطاقة اللي داخلة هتكون ضعيفة والموبايل هيشحن ببطء، طب انت ليه بتقدم الكلام ده؟ انا بقدم الكلام ده لمجرد المعلومة فقط. يعني الحاجة دي اكيد طبعا مش حاجة ولا فكرة عملية للشحن، انا بقدمها لك بس كزيادة معلومات ليك
انك تقدر تشحن موبايلك باستخدام شفرات الحلاقة وباستخدام حمض السلفوريك اسيد. يعني اعتبر الموضوع زي تجربة من التجارب بتاعة العلوم بتاعة اعدادي او بتاعة ثانوي ايا كان. هو ده الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا، وانتظرونا ان شاء الله في تجارب افضل واقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.